ركز معايا في اللي هقوله لك. بتعطش كتير وكل شويه عايز تروح الحمام، بتجوع كتير وبتاكل لكن بالرغم من كده بتخس، مش بتشوف كويس وبتحس ان انت عندك ضبابيه في الرؤيه، وبالذات بالليل لما بيحصل لك جرح بياخد وقت طويل قوي عشان يلتئم. اغلب الوقت حاسس ان انت تعبان وعندك رغبه ان انت ترجع. مرض النهارده مرض خطير بيصيب اكتر من 422 مليون بشري، خدت الصدمه بقى، خدت الصدمه. احتمال كبير يتم تصنيفه كسابع سبب رئيسي للوفاة لعام 2030. مرض النهاردة هو مرض السكر. اللي ما يعرفوش الكتير مننا ان السكر مش نوع واحد، في نوعين لمرض السكر، او ممكن نقدر نقول ان هو 3 انواع لمرض السكر. تايب 1 او النوع الاول من مرض السكر. طب ده بيحصل امتى يا دكتور وليه؟ هقول لك يا دكتور، ده بيحصل لما خلايا جسمك ما بتكونش قادره ان هي تنتج الانسولين. هتقولي مين الانسولين؟ هقولك الانسولين ده اكيد مش ابن خالتك. اتكلم بأدب يا ولد. الانسولين ده حاجه موجوده ربنا خلقها جسمنا، بتقلل او بتنظم مستوى السكر في الدم. فانت جسمك مش قادر اصلا ان هو ينتج الانسولين اللي بيظبط مستوى السكر في دمك، فمستوى السكر ما تظبطش في دمك، فمستوى السكر بيعلى، فهو بيعمل لك مشكله تايب 1 من مرض السكر. طب ده سببه ايه؟ ليه جسمي مش قادر ينتج الانسولين؟ هقول لك في اسباب كتيره قوي، لكن اشهرها ممكن يكون عندك مشكله او تلف في خلايا بيتا في البنكرياس. وللاسف النوع ده من مرض السكر بيتم علاجه بحقن الانسولين بس. يعني مريض السكر بيتشكشك يوميا بحقن الانسولين وما نقدرش نتجنبه، للاسف هو نوع ما نقدرش نتجنبه. والنوع ده من مرض السكر بيكون شائع اكتر في الاطفال والمراهقين زي حضرتي وحضرتك. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، فولو واستنى البارت 2.